كلنا بنحتار هنعمل غدا ايه النهارده. يلا انا جبتلك وصفه النهارده. هنعمل كنالوني محشي بعصاج لحمه مفرومه، لذيذ جدا. وبرده انا بحتار ادي لابني ايه في المدرسه، برده هديله كنالوني. يلا بينا هنحضرها سوا. عندي كوبايه ونص من الدقيق، هتعملي لي 9 حبات من الكنالوني. وصفه سهله وسريعه ولذيذه جدا. الاول لو مش عارفاني انا اسمي رنا، واعملي لايك واشتركي في القناه وسيفي الفيديو علشان اكيد هتحتاجيه. يلا هنحضره سوا بمكونات بسيطة وسهلة جدا ومتوفرة عندنا كلنا، لذيذة قوي. عندي كوباية ونص من الدقيق، بعدين عندي 3 بيضات هنزل عليهم بشوية من الملح والفلفل واقربهم كويس جدا كده مع بعض. هنزلهم على كوباية ونص من الدقيق عندي، وبعدين هنزل بكوبايتين من اللبن. هفضل ارب كويس برضو كده، ويا حبذا بقى بعد ما اخلص والقوام يبقى حلو اسيبها في التلاجة 10 دقايق ربع ساعة. هنجيب بقى طاسه كده حلوه على النار، وندهنها دهنه برضو كويسه من الزيت، وهنزل كده بكبشه من الكنالوني اللي انا لسه عاملاه، واوزعها بالشكل ده. اول ما احس ان الطروف بدات تنشف وكده تبقى بعيده عن الطاسه، اهو كده خلاص بدات تستوي معايا وتبقى فيها زي بابلز كده من النص. وبعدين هقلبها الناحيه التانية، تاخد برضو وش من الناحيه التانية كمان. اهو اول ما تلاقيها كده سابت الطاسه وبدات انها تتحرك كده رايحه جايه، اعرفي ان هي استوت. بصوا كده خلاص، كده خلصت بالظبط، وعملت لي 9 حبات من عجينه الكنالوني، لذيذه جدا وطيعه في ايدك ولا بتتقطع ولا اي شيء. هنا بقى كان عندي حشوه لحمه مفرومه مع صاجاه. انت تحشيها اي حاجه، ممكن تحشيها فراخ، ممكن تحشيها جبن، براحتك. هنوزعهم كلهم بالشكل ده في القالب، وبعدين هجيب صلصه واوزعها برضو على الوش. وبعدين الفرن طبعا شغال من قبل كده، هنزل عليها برشه كده من الجبن من فوق، هدخلها الفرن تاخد كده تسويه من تحت شويه والعجين يمسك في بعضه، وكمان هفتح عليها الشوايه من فوق تاخد لون. بالهنا والشفا مقدما.